طيب عثمان بن عفان استخلف 12 سنه. 12 سنه، اول 6 سنوات يكاد يكون فتره يعني هادئه جدا، استكمال لعمل عمر بن الخطاب وزياده. ايه الزياده في عهد عثمان بن عفان؟ واحد، طبع عثمان بن عفان. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان ايه؟ شديد جدا في يعني سيدنا عمر بن الخطاب جه مره واحد الناس حالتها صعبه في الاكل والشرب وبتاع، مخليهم زي ايه؟ على الحال الاول. العرب كان الحال. واحد يقول لك ايه؟ طب هو بياكل ايه؟ بياكل اسوأ منهم، فما حدش يعرف يزايد عليه. يقول له اصل انت ما بياكلش، بياكل اسوأ منهم، فما حدش ايه؟ وبيلبس اهو اسوأ منهم وبتاع، فالوضع ايه؟ يعني مستقيم تماما، وشايفينه تحري في العدل والحق وبتاع زياده عن اللزوم. فكانت الناس تخاف لله، حتى يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب مره كان ماشي مع الصحابه ووراه مجموعه من الصحابه ماشيين مع بعض، بعد كده افتكر حاجه فراح التفت، كله فالتفت كل واحد فيهم يرعد يعني ايه، فقال فبكى عمر بن الخطاب قال اللهم انك تعلم اني اخشاك اكثر من خشيتهم لي. يعني احنا يعني مخوفهم كده يعني لله، يعني هم اللي ليه. هو كان شديد جدا في الحق. عثمان بن عفان كان لين جدا. عمر بن الخطاب كان يمنع الناس، عثمان كان يعطيهم. فلما سالوه قال كان عمر يمنعكم لله وانا اعطيكم لله. يعني هما الاثنين لله، بس ايه؟ عثمان بن عفان في الاصل راجل ملياردير في الاصل، فتخيل لما راجل يبقى ثري جدا يحكم الناس، ففي غالبا يفكر بنفس الطريقه اللي هو بيفكر فيها. عمر بن الخطاب كان عارف ان ليه يعني ايه نظره، يقول لك الدنيا تفسد الناس، فانا ايه يعني قرطها عليهم. لدرجه ان مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد جاله الناس هتموت وتاكل لحمه، وعنده الحمى في ابل في الحمى دي كانه بيت مال المسلمين، يعني المرعى اللي بياكلوا منها مرعى المسلمين، والابل دي بتاعتهم، بس ما حدش يقدر يعمل فيها حاجه الا باذن عمر بن الخطاب. ففي واحده يعني الناقه شكلها مريضه بتاع مش عارف ايه، فقالوا له على فكره في واحده مريضه نذبحها، فقال لهم لا تذبحوها. ليه تذبحوها؟ فقالوا الناس تاكل منها وبتاع، فقال لهم لا الناس كده كويسه وبتاع وما تضغوهمش وتدخلوا عليهم من الدنيا ما يفسدهم وبتاع. فواحد قال لهم انا هحتل ليكم يعني، فراح قال له على فكره تموت وهتبقى في رقبتك ربنا يسالك عليها وبتاع. فقال له لا خلاص اذبحوها بس ولموا، يعني جمعوا الناس والناس تاكل كلها يعني خلاص. فجابوه يعني طبعا تاكل رقم ضخم، ووقتها الناس كانت ما بتحفش زي دلوقتي، فبرضه كان ياكلوا رقم مضاعف. فجابوا، ففي وقت ده كان جاي واحد مرسال جاي من العراق، فعمر الخطاب قال له ايه ده؟ فبيقول لهم ايه ده؟ فقالوا له ده الخليفه امر بان تدي حناقه والناس تاكل وبتاع. فقالوا تاكل معاهم ولا تستنى تتغدى معايا؟ فقالوا لا اتغدى معاك. لا الناس بتاكل يعني الناس مذبوح لها خروف ضاني اكيد احنا هيبقى حاجه من ابو شقره مثلا فاكيد هياكلوا حاجه احسن. فقالوا لا استنى معاه. استنى الناس خلصت اكل وقعد معاه، فالناس ان عمر طلع طبق فيه ملح طبق فيه زيت عيش ناشف، قال له يلا بكمل. فقال له يعني ايه يغفر الله لك؟ طب يعني امير المؤمنين الا اخبرتني يعني ان ده اكلك وده اكل الناس؟ فقال له يعني انا لا سالت، انا قلت لك يعني انت تاكل معاهم ولا تاكل معايا؟ انت قلت لي معايا اهو انا معاك هو ده اكل عمر بن الخطاب.